السلام عليكم، حياكم الله أحلى متابعين. قبل لا نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. اذكروا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحلقة اليوم عبارة عن روتين اليومي اللي أسويه كل ما يوم الأبقى بالبيت. أول شي أجي هنا على الدجاجات، زينة، شوف عندهم أكل وشرب، فقدهم ونكشف الغطاء عنهم حتى يضربوا من الشمس يتشمسون. وثاني شي طبعا جايب أكل من البيت. ثاني شي تفقد الأرانب وأحط لهم أكلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندهم أكل طبعا، معاكم بس يجيبون العلاج اللي عندي خضروات. شويتين خضار هنا. بسم الله ما شاء الله. جت بزنتنا همين هسه نشوف إذا أكو أكل شي. حيوان يجوع خطية، وهاي ما يظل عندنا أكل زايد، بدل ما نكب ويروح نستفاد منه، نطي البزازين وبالحالتين أجر. جاء الدجاج هسه، بس قبل ما نجي الدجاج خلينا نضيف شوية خضروات الهذولا. كمان شوية خضروات. هسه انتهى الخضروات الباقية، نجي نفرشها هنا على الحوش مالتها. جيب أكلهم همينة، هاد مرة حطيت لهم ياكلون. نجي نفتح الباب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله تبارك الله.
وبس هذا الروتين. يعني بعد المزرعة بعالي تعتبر فارغة يعني، أنا ما شاء الله يعني ما قاصرة بيها خير كثير. بس إن شاء الله كل ما نصل على عدد مشتركين إن شاء الله راح يجي حيوان جديد للمزرعة. بس أنا وعدتكم إنه بس نصل 1000 مشترك إن شاء الله. حيل والله إن شاء الله ما ظل شي، شدوا همتكم وياي. راح نجيب طير جديد إن شاء الله للمزرعة. ومثل ما ذكرنا بالحلقة السابقة إنه الطير الأكثرية يعرفونه، واللي هو فائدة عظيمة سواء بيضا أو لحما. فإذا عجبك المحتوى انطينا لايك واشتراك، وخلينا نوصل 1000 مشترك بأسرع وقت ممكن. هذا نفوت نشوف جوا مبيضين ما مبيضين. ما شاء الله مبيضين بيضة واحدة. هنا ماكو بس هاي الوحدة، خليها ماشي هسه إلى العصر بلكي بيضن فوقاتها إن شاء الله. طبعا أحب أقول لكم جمعة مباركة. اليوم يوم جمعة. أنا قليل منكم لاحظوا إني صورت الصبح، لأن أنا بس أيام الجمعة أبقى بالبيت، ومع مرات هم يعني نخلص الشغل فنقعد لين ما يجينا شغل الآخر إن شاء الله يرزقنا بشغل الآخر نطلع على الشغل. بس إن شاء الله ما أقصر وياكم أبد، سواء كنت بالشغل أو بالبيت، وبالمقابل نريد انتم ما تقصرون ويانا. ونهاية اليوم نجيب نفوتهم جوا ونحط لهم أكلهم وهذا المي، وسد الباب عليهم. هذا روتيني كل يوم. هذا نسد الباب على هذولاك همينه دجاج الزينة. هاي جبت لحم زايد يظل عندنا بالبيت القطط. مثل ما قلنا لكم هذا خطية، أعتقد الأغلبية منكم عرفوه. وبس هذا هو الروتين، إنه أجي الصبح أطلعهم برا، أنطيهم أكلهم واحد واحد وأطلعهم برا وأعوفهم. مساكم الله بالخير. يعني قبل شوي رجعت من الشغل، كنت أكمل لكم تكمل التصوير حتى اليوم إن شاء الله تنزل الحلقة. بس خليني نطمئن على المزرعة. أريد أحركهم. لا ما بيها شي الحمد لله، الأمور بخير. أشوفكم هذا الدقة شلون يهجم علي، بتحضر يريد يضربني. شوفوا شوفوا شلون راح.
هزم، يخاف مني لأن شايل هذا البوري بيدي فيخاف. الطمأنة على الأرانب. كالعادة ما عندهم أكل، لازم نحط لهم أكل. زوجي الثاني أيضا ما عندهم. سهلة سهلة سهلة. نفوت نشوف ما مبيضين، إذا مبيضين نجمع البيض مالتهم. هاي دجاجة دقش لابسة برقبتها لاستيك، تنتبهون عليها؟ دقيقة أقرب لكم عليها. انتبهوا على رقبتها، شوفوا اللاستيكة، شفتوا؟ هاي اللاستيكة مال يشدون بيها الكرافز وبختونز وهاي السوالف. نشغل الفلاش ونفوت نشوف شو أحوالهم اللي جوا. طبعا مكان البياضين راد تبديل. ما شاء الله تبارك الله، مبيضين بيضتين هنا ماكو بعد، هنا ماكو. ماكو. يلا نعمة كريم، بسم الله ما شاء الله. بيضتين ما بيهم شي، نعمة. خليهم هنا. هاي بزونتنا. الضحك على ذاك الطير، تو نزل هناك هذا الطير. هذا حمام لوت، ما أعرف زبيري يسمونه، ما أعرف. تحبون نجيب لكم طيور؟ ندخل طول على مزرعتنا. والله أنا ببالي أجيب لي زواجل، شو تقولون؟ خليهم بذاك القفص الكوخي. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا تريدون نجيب حمام، وأي نوع تحبون نجيب، زاجل أو زبيريات. لحد هنا ننهي الحلقة بالنسبة لليوم. الحلقة كانت عبارة عن روتين يومي، أيام الأبقى بالبيت. أجي الصبح عليهم والمغرب العصرية ما مر عليهم والمغربية. إذن لحد هنا ننهي حلقتنا بالنسبة لليوم. إذا عجبتك الحلقة انطيني لايك واشتراك، وأشوفكم بالحلقة الجاية. أودعناكم.